سؤال بس سريع قبل ما اخش في الماتش ده، العياط ده كان قبل ما تشتم زيزو بمراته ولا بعد ما خلصت شتيمه في زيزو وابوه وامه ومراته؟ لا ابلع، نخش في الموضوع ده يا جماعه. انا دايما كنت بقوله لكم، ده كل موسم الزمالك هو بيبدا كده. بيبدا بايه؟ ان هو جاب مجلس الاداره، فاهم، اللي هيخلي الخطيب خايف ينزل من بيته يدعي المرض عشان خايف يواجههم، وهيجيب المدرب اللي هيمسح تاريخ جوزيه، وهيجيب المحترفين اللي هيعلمونا يعني ايه محترفين اجانب، والمدافع اللي هيمسح تاريخ وائل جمعه، والمهاجم اللي هيمسح تاريخ عماد متعب، وشكرا جون ادوارد، وقبليه كان شكرا ميدو، وقبليه كان شكرا حازم، وقبليه هو قبليه كان مرتضى اصغر مؤلف. كان هو دايما كل موسم بيبدأ تعالوا بقى فوقنا لكم، احنا جبنا بقى، تعالى يا اهلي بقى اعلمك الاداره، تعالى اعلمك مدير الكوره، بص 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 الصفقات، بص اللعيبه، يا اللي بتضحك على جمهورك باللعيبه الكسر، وتنزل تلعب ومهما كانت حالتك. ما هي المشكله إن حتى مش حالتي حلوه يعني، حتى عارف ان لو فايق يعني، حتى العز بتاع فرقه المليارات والهبل اللي بتقوله ده، يا ابني انت شايف اللعيبه عامله ازاي يا ابني؟ مليارات ايه يا ابني؟ مليارات ايه يا ابني؟ انا الفينا مقفل عليه بكوكا. الفينا مقفل عليه بكوكا. صباح الفل، مليارات ايه يا ابني؟ مليارات ايه؟ انا اللي خلصني الماتش فاهم، نزلت حسين الشحات كده فاهم، قلت له فوق بس اغسل وشك كده بس عشان هترجع تلعب كوره فاهم. لو بجد يا سعاده يا حسين ده انزل هتلعب. مليارات ايه يا ابني؟ فهي دي الفكره. فهي هتفضل دايما، هي دي شخصيه الاهلي وشخصيه الزمالك، ان حتى وانا في اسوأ حالاتي انت هتنزل هتتغلب. وزي ما بقول لك الموضوع مش فني بس، الموضوع الهيصه اللي انتوا بتعملوها في اول كل موسم، فبيخليك انت كجمهور مش عارف تقرص على لعيبتك، بتخلي اللعيبه ما بتاخدكش على محمل الجد ان هيحصل مشكله لو اتغلبت. يا عم صباح الفل يا عم، انت شايف كلمه بتوديهم وكلمه بتجيبهم، واتغلبت النهارده من الاهلي، ايه الماتش الجاي هجيب لي كوبري فما اعرفش مين هبقى المشطشط، مشوط كوره من نص الملعب تجيب جون هيبقى جون بتاريخ متى. يا صباح الفل، صباح الفل. فاكر انت فرجاني ساسي في اللقاء نفسه قالها، قال لك جمهور الزمالك مش فكره بطولات، جمهور الزمالك ممكن يعجب بيك عشان ترقيصه، عشان جبت جون حلو، يعني هو نفسهم حتى المحترف الاجنبي فاهم فهمهم، قال لك هم بتوع زياطه وخلاص. لكن هو بقى من دلوقتي، انا بقول لك اهو، ده نهايه موسم الزمالك، هو الحزق اللي في الاول، زي ما بقول لك الحزق بتاع كل اول موسم، اللي هو انا جبت اجمد صفقات، جبت اجمد مدرب، معايا الاداره، اه يلعب بقى يا اهلي بقى فوق تلك، لحد ما انت تكسبه هتشوف بقى كوميديا بقى. فده هيمشي ينقط على نفسه، فده هو اساسا بيضيع نقط في عز ما كان بيقنعك ان هو فايق وفنيا بيلعب السكسي فوتبول وبتاع، وكان لسه متعادل مع الجون عادي جدا. فده دلوقتي انتهاء موسم الزمالك، واتمنى يبقى بدايه الموسم لينا والناس دي كلها تفوق، ويبقى في وقفه مع بقى كل المشاكل الفنيه دي. الف مبروك.